بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. مساء الخير أو صباح الخير على حسب ما بتسمعي الفيديو، بس احنا صباح الخير لأن ده سحور، أول سحور لنا إن شاء الله بإذن الله في رمضان، أو ما عملناش سحور مع بعض قبل كده خالص. النهارده اول سحور لينا في ليله 27، النهارده 27 زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. معانا بطاطس ومعانا طعميه ومعانا بتنجان وبيض، وهنعمل احلى سحور ان شاء الله النهارده. بس خلينا الاول كده نعجن شويه كماك فلاحي او بكاكين فلاحي نتسحر بيهم مع ايه، مع الاكل الحلو اللي احنا هنعمله مع بعض ده. معانا كوبايتين لبن سخنين دافيين، خدت منهم كوبايه، ومعايا هنا خميره بيره خدت منها قطعه كده حلوه. القطعه دي ب2 جنيه، كانت بجنيه الوقت بقت ب2 جنيه. وحطيت معلقه سكر، وهحط كوبايتين زبادي ونقلبهم مع بعض كده ونخليهم حلوين كده. دي كوبايه الزبادي التانية اهي بالصلاه على النبي. بس عايزه اقول لك لو انت اول مره تشوفيني تحطي لي لايك وتشتركي في القناه، اشتراكك هيسعدني ويفرحني، وكومنت حلو جميل يجازيك ربنا عنه خير، واشتراكك هيكبر لي القناه ويسعدني. يا ريت يعني ايه تشرفيني بالاشتراك في القناه. هنا خلاص حطينا الخميره مع السكر مع الزبادي مع كوبايه الحليب، وحطيت باكو كيك شيف وباكو فانيليا. اما الكيك شيف اتحط مع الخليط الخميره والحاجات اللي في الطبق كده، عمل ادانا فوران كده وعمل لي ايه تفاعل مع الحاجه، يعني الدنيا هنا تمام وزي الفل. هبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده انخل الدقيق بتاعي. لازم تنخلي الدقيق بتاعك عشان لو في عفراي ولا في اي حاجه يبقى الدنيا تمام، بنتي في السليم. هندخل الدقيق بتاعنا كده وايه، ونبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم نعجن بقى، نلم بقى العجينه. انا لسه معايا كوبايه حليب، انا مدفيه كوبايتين. بس الاول كده هناخد كده شويه ملح، ربع معلقه ملح صغيره. والماده الدهنيه اللي معايا بقى هيبقى معلقه نص كوبايه زيت على سمنه، نص، ما تكتريش في الكماج الماده الدهنيه. وهبدا بقى كده نخلط نخلط نخلط. وهنحتاج كوبايه اللبن التانية الا معلقتين كده، يعني هناخد كوبايه اللبن التانية الا معلقتين. يبقى كده اخد معانا كوبايتين لبن، علبتين زبادي، دي السوائل، ونص كوبايه زيت على سمنه. وهنعجن بقى العجينه معانا تنعم وتبقى زي الفل كده اهو. معلقتين 2 لبن اللي اتبقى. العجينه خلاص بتاعتي اتعجنت وبقت ناعمه وجميله وزي الفل. هغطيها بقى بكيس واحطها عليها فوطه، وعينها على السرير تحت البطانيه عشان تختمر معايا بسرعه. المهم بقى ايه ونرجع بقى نجيبها. هنا اختمرت معايا العجينه اهي بالصلاه على النبي، اختمرت في ثانيه ما شاء الله اهي، اختمرت وبقت جميله. هبدا بقى كده شويه دقيق على الرخامه رشهم، وابدا اقطع بقى العجين اللي معايا. يعني هقول لك زي ايه، زي البرتقانه البلدي كده او البرتقانه السكري، حته حلوه كده ماسكه نفسها علشان تبقى كمجايه حلوه كده تخينه كده ومليانه كده ومحمله. عايزاها رقيقه، قللي القطعيه شويه عادي خالص. هقطع بقى العجينه بتاعتي كلها كده معايا، واغطيها واسيبها ترتاح 10 دقايق كده بعد ما تتقطع، عشان لما تيجي تفرديها تفرد معاكي بكل سهوله. رمت معايا شويه حلوين اهم. هفتح الكيس اللي انا كنت مغطيه بيه العجينه كده واغطيها بالفوطه، واسيبها ايه تعيش مع نفسها كده. خلاص شفتوا سرعه اكتر من كده. 10 دقايق عدوا، وجينا هنا بقى هنفرد كده. هنجيب بقى البتاعه بتاعتنا اسمها ايه فكرني كده، اللي هطلعها من الدرج دلوقتي الناس اسمها. المهم هنجيبها معانا دي وهنفرد بقى العجينه بتاعتي كده عشان تتفرد معايا بكل سهوله. العجينه بتاعتك اما ترتاح تتفرد معاكي بكل سهوله. اسيبها ترتاح 10 دقايق، هتلاقيها بقى ايه زي السكينه في الحلاوه كده. خليها تخينه وحلوه كده، يعني ما تخليهاش تخينه او سمكها كده، يبقى معقول. ونحط بقى نفرد قماشه بيضه او اي قماشه يعني، بس تكون نظيفه، على الصينيه. ونحط البكاكين بتاعنا كلها فوق بعضها كده دوار، ما تقلقش مش هتلزق في بعضها ولا حاجه. ونسيبها برضو ترتاح كمان 10 دقايق او ربع ساعه بعد ما نفردها كده على الصينيه اهو. يعني البتاع دي بتفرد بكل سهوله، مش عارفه الناس اسمها خالص ليه، النشابه. المهم السمك بتاعها، شايفه انا وريتك السمك بتاعها اهو. هنفرد بقى كل العجينه اللي معايا الحلوه الجميله دي كده ونخلصها، ونروح بقى ايه نسيبها ترتاح. وبعد ما وهي فتره ما بترتاح نبدا بقى نشتغل في السحور بتاعنا علشان ننجز كده وقت ونخلص. عايزه اقول لك ان عبد الله اللي كان معايا في التصوير محمد وسير كانوا نايمين، وعبد الله غلبني في التصوير.
عمال بقى بينكفني بقى. قلت له انا هنزل الفيديو من غير مونتاج والناس هتسمع كل اللي بتقوله ده. المهم قعد يضحك. هنا خلاص خلصت العجينه بتاعتي كلها فرد كده على الصينيه، وحطيت طبقات طبقات قماش بين العجين وبعضه. هدخلها تاني برضه احطها على السرير عشان العجين ما ينفعش، الدنيا لسه ساقعه برضه، ما ينفعش يتحط على الارض علشان ما يسقعش. وهنا بقى خلاص على بال ما العجينه بتاعتي ترتاح هنبدا بقى نعمل ايه، نوضب الفول بتاعنا ونقلي البطاطس والبتنجان، هنعمل السحور بتاعنا يعني. هنا حطيت الطاسه اللي فيها الزيت على النار علشان اقلي البطاطس، وجبت طاسه تانية كده حطيت فيها 3-4 معالق زيت. وهنبدا بقى معايا بصلايه حلوه محترمه كده، وقرن فلفل حامي، وقرنين فلفل بارد، وحبايه 3 حبايات طماطم، وحته توم، علشان ايه نوضب شويه فول بالتخدعه كده عسل. هنا الزيت بتاعي قدح اهو، هنزل بالبطاطس كلها مره واحده كده واسيبها بقى ايه تعيش مع نفسها. والتخدعه بتاعت الفول اهي معايا نص معلقه توم صغيره كده، مش عايزه التوم ما تحطوش، بس التوم بيبقى حلو قوي في الفول يعني، خاصه الفول اللي بالتخدعه يا جماعه. هنعمل بقى هنشوح التوم كده مع البصله والفلفلايه كده، الدنيا تمام وزي الفل. هجيب بقى 3-4 حبايات طماطم اللي انا مقطعاهم صغير كده، ملح بقى، فلفل، كمون، شويه بهارات، شويه فلفل اسمر، واسيب الكلام الجميل ده كله يستوي مع بعضه. وما يتسبك كده هيحتاج شويه ميه، هنقله بقى على العين الصغيره، واجيب البطاطس على العين الكبير واحط له نص كوبايه ميه عشان يستوي ويتسبك ويبقى حلو، والدنيا تمام وزي الفل. هنروح بقى هناك على العين التانية دلوقتي علشان نقلي البتنجان عشان انجز بقى، لان الوقت بقى دخل مننا. شويه زيت كده في الطاسه، هحط البتنجان بتاعي كده علشان اقليه بقى، والدنيا كده بقت شغاله معايا وزي الفل، كل حاجتي شغال. الكماج بتاعي بيرتاح، البطاطس بتاعتي بتتقلي، التخدعه بتاعتي خلاص اهي بتتسبك، هحط عليها شويه ميه كده عشان تستوي تبقى زي الفل، والدنيا تمام. لو انت لسه معايا بقى حط لي لايك، بالله عليك اللايك هو اللي بيرفع الفيديو يا جماعه. يعني الفيديو بيبقى عليه مشاهدات كتيره ومعرفش لايكات، واللايك بيخليكي انت وغيرك يسمعوا واستفادوا، لو انت استفدت حاجه من الفيديو بتاعي يعني. هنا معايا عجينه الطعميه، حطيت عليها شويه سمسم، وهحط عليها ربع معلقه بيكنج صودا اللي هي بتاعه الطعميه يا جماعه، واقلبها كده حلو، اخلطها حلو كده، واجيب عليها نقطه ميه واشغلها كده وتبقى زي الفل. التخدعه بتاعتي هنا خلاص خلصت اهي، استوت وبقت زي الفل بالصلاه على النبي ما شاء الله. البتنجان بتاعي خلاص هنا برضو هقلبه هون علشان ايه يستوي على الوجه التاني بقى. خلاص بقى الدنيا تمام هنا تمام. هنبدأ نحط الفول في التخديعة يستوي، ونعصر عليه الليمون بتاعه، وننزل بقى نسوي الكماج بتاعنا. الكماج بتاعنا ولعت الفرن على اعلى درجة حرارة عندي، وولعت الشواية كمان. حطيت الصينية بتاعتي تسخن، الصينية ما تحطها تسخن للكماج يا جماعة، الكماج بيعلى معاكي وبيبقى زي الفل يعني، غير خالص لما ترص الكماج في الصواني وتدخليه كده الفرن ايه كله يسخن مع بعضه. لا هتشوفي الوقت النتيجة تحفة. لما الصينيه تسخن كده مفيش 2-3 وتلاقي بقى البكاكين بتاعتك او الكماج رفع بقى وزي الفل، يرفع وينفخ كده ويستوي من تحت وارفعه على الشوايه. هنا التسبيكه بتاعتي خلاص، التخدعه بتاعتي خلاص اتسوت وبقت زي الفل. حطيت الفول بتاعي وعصرت عليه ليمونه كده او ليمونتين وقلبته، والدنيا تمام يا زوز. هنا البتنجان بتاعي خلاص خلص احمر هو كمان اهو. هحط الدور المتبقي وننزل نشوف الكماج بتاعنا عمل ايه. الصلاة على النبي. السحور بتاعنا خلص في ثانية ما شاء الله، واحلى سحور النهارده هنتسحر بيه، شايفه ما شاء الله. قلت بقى اما اعمل لهم بقى في ليله 27 ليله المفترجه دي سحور حلو بقى، واعمل لهم شويه كماج كده علشان ايه يتبسطوا ويفرحوا. بس اقسم بالله محمد ما رضي يصحى، من مش عارفه ما رضيش يصحى ليه النهارده، وقعدنا نقول له قوم الاكل حلو وحاجه حلوه، ما رضيش خالص يتسحر معانا. المهم هنا الكماج بتاعي لما استوى من تحت رفعته، ما بياخدش 5 دقايق على الشوايه وتحت يا جماعه. دهنة زيت كده، شويه زيت حلوين كده في طبق بالفرشه، وندهن الكماج بتاعي كده وهيبقى زي الفل. الصينيه برضو وهي سخنه كده ابدا ارص فيها الدور المتبقي، وتحطها سهله وطريقه حلوه انك تسخني الصينيه كده وتحطها في الفرن، تحطي فيها الكماج بتاعك وهي سخنه، يرفع معاكي ويقب ويطلع النتيجه زي ما انت شايفه كده. النتيجه كانت خطيره يا جماعه والله بالصلاه على النبي، ما بياخدش 5 دقايق.
هنخلصه اهو. خلصته اهو بالصلاه على النبي. خلص كله ازاي وبقى زي الفل بالصلاه على النبي ما شاء الله. حط بقى لايك للكوماج الحلو ده. يا ريتك معانا بقى تستحر السحر الحلو ده. المهم هنا الفول خلاص استوى وطفيت عليه. البطاطس بتاعتي طلعت. البتنجان خلص. هبدأ بقى اعمل ايه. كان الزيت بقى برد لان انا كنت طفيت عليه. هبدأ احط عجينة الطعمية بتاعتي. شكلها زي ما تحبي بقى براحتك وبراحتك انت اللي هتاكلي. انا بحب العيال يعني هما بيحبوها ازاي. بيحبوها زي بتاعت بره. بيبقى ساعات كتير اعملها لهم زي بتاعت بره كور كده. المهم هنا حطينا عامله الطاسه بتاعتي بقى كده بالطعميه بتاعتي. واجيب طاسه تانية حلوه كده صغننه على العين التانية علشان نعمل بها ايه البيض ساهر الصغير هو اللي قال لي يا ماما اعملي البيض بالطريقه دي انا عايزه كده. عبد الله يقول لي لا ما تعملوش كده مش عايز. بس ساهر كان نام بقى وقايل لي قبل ما ينام. قلت له لا هعمل لك البيض اللي انت عايزه يا ساهر. المهم هنا اخلص العجينه هنا في الطاسه عجينه الطعميه ونبدا بقى ايه نعمل البيض لساهر زي ما هو عايز بقى. معايا بقى فلفلايه رومي كده مقطعاه طرنشات وطماطميه مقطعاه طرنشات هي كمان. احط في الطاسه بتاعتي هنا شويه زيت كده معلقتين او 3 يعني علشان ايه البيض بتاعي ما يلزقش. 3 معالق زيت واقلبهم في الطاسه كده ونبدا ننزل بالقطه اللي انا مقطعاه والفلفل. رشه ملح رشه فلفل اسمر عليها كده ودقيقتين على الوجه اللي تحت وارجع اقلبها على الوجه اللي فوق تاني وانزل عليها بالبيض بقى كميه البيض اللي انت عايزاه. عبد الله كان هنا عمل فقش البيض في طبق وحط عليه شويه فلفل اسمر وشويه ملح وربه كده في بعضه. بعد بقى ما الطماطم معايا كده تحسها دبلت كده واستوت هي والفلفل هننزل بقى بالبيض اللي معايا وكده يبقى السحور بتاعي خلص بالصلاه على النبي. سحور بقى فاخر من الاخر ما شاء الله. دلعتهم احلى دلع النهارده في السحور. عملت لهم احلى حاجه في السحور بتاعنا الكوماج. يعني هو السحور ده عادي ما فيهوش يعني افتكاسات ولا في اي حاجه. شويه بطاطس وشويه طعميه وفول وحاجات كده. وهو الكوماج اللي حلو في السحور هو يعني ايه ملك الليله دي. المهم هنا قلبت الطماطم بتاعتي وقلبت الفلفل كده. هجيب بقى البيض بتاعي احطه واغطيه وبعد ما اغطيه اسيبه كده يعني ايه قولي 5 دقايق يستوي ويبقى حلو واروح قلباه. انا بعد ما قلبته بقول لعبد الله هو انا ما قلبتوش معاهم ليه. قال لي انا عارف يا ماما. قلت له والله انا نسيت ان انا بصور يا ابني. المهم هنا بقلب الطعميه اهي. مرت هقلبها على الوجه اللي فوق والبصل والبطاطس والطماطم والفلفل بتاع الدنيا تمام. ابدا انزل بالبيض بتاعي كده بسم الله ما شاء الله واغطيه بقى واسيبه يعيش مع نفسه وبعد كده اقلبه وهتشوفوه في النهايه بالصلاه على النبي. كده انا قلبته. بقول لعبد الله هو انا ما قلبتوش ليه يا عبد الله. الله والله ما انا عارف يا ماما. المهم هنا جبت طبق على قد الصينيه وقلبتيه وما حطيتش زيت ولا حاجه وحطيته تاني. هنا خلاص بالصلاه على النبي انا خلصت السحور بتاعه هو. عملت بقى البتنجان والفول اللي بالتخديعه والبطاطس والجبنه والعسل بالطحينه والخيار بالصلاه على النبي وكل حاجه يعني. والبكاكين بتاعنا اهم حاجه البكاكين الحاجه التحفه الجميله دي. لايك حلو بقى كومنت جميل جوله في القناه. يا رب الفيديو يعجبك.